كل سنه وانت طيب يا استاذ نبيل. كل سنه وانت طيب يا استاذ رمضان عمر. كريم يا استاذ وانتي نبيل. طيبه يا رب. خلاص رمضان على الابواب. احنا بنتكلم في اسبوعين يلا بقى والاعلانات كلها فصل. نزلت. نخش على رزق الاعلانات. وربنا بعته لنا نقول لا. لا انا الحلو متحمس جدا والوحش. للمسلسلات السنه دي بجد. او في حاجات انا متوقع ان هي هتبقى حلوه جدا. بس انا السيزون اللي فات كان عاجبني اكتر لحد دلوقتي. احنا انا عارفه لسه ان ده بدري قوي بس بدري لا احنا ان شاء الله السيزون ده هنكسر الدنيا. متوقع في شويه مسلسل كده حاسه هي في على الاقل 4 5 انت متاكد ان هو لا حلوين. لا انا بتكلم على الوحشين اللي انا عايز انت بتشغل الشغل. لا انا مش مركز على الحلوين خالص. انا اعمل ايه بالحلوين؟ انا عموما انا موافقاك فشخ. ماشي تمام نبتدي. يلا بينا نبتدي بالحلو. على الاقل دلوقتي. ماشي يلا. ممكن حد يفهمني ايه الكائن ده؟ انا اسمي محمد صلاح. انا فرحان له قوي مين اللي انت قوي. بتتكلم عنه؟ ومش هو بس ادي بسيوني اكبر شركه اعلانات في مصر. ده حلم عندي من وانا صغير ان انا اشتغل في الشركه دي ونفسي احققه. انت متوقع مرتبك يبقى كام تقريبا؟ 20,000 7 16. فخر ده ولد كويس لازم اشوفه بنفسي. كمان ورايا يا جماعه. ما اسموش سطح، اسمه روف توب. السطح ده له قواعد. رول نمبر 1 على فكره والله اي ميس قوي. انا انتصار. شغال ليه؟ بقول لك جايبين الكبار اللي بيضحكوا بجد. هو مين الفنان اللي جه مكان اشرف عبد الباقي؟ الناس يوم واحد على الايجار. ومش الميلاد. حلو ده. مقابرنا مش زي اي مقابر، ده في ناس بتموت عشان تيجي هنا. يعني انت أحمد دافع رمزي. 5000 جنيه وعايز تيبيكال. تعمل لك أوكي، تيبيكال أحمد رمزي. شاب هات 500 كمان. انت نصبت في كل حاجه. ليه هتضحكوا عليا ولا ايه؟ انا عايزك تركز في اللي جاي. دي بقى تحفه برضه. دكتور الله يرحمها. انا اسف. اسمها شيرين. ماتت قبل فرحها باسبوع. يا تامر انا بحب الواد ده برضه قوي. مش أحمد ده حفيد عصام. حنان؟ لا ابنها. ابنها ليه حفيد حنان؟ ابنها. انا اصلا عايزه اشوف البلد. دي اخر حاجه كتبها ابويا الله يرحمه قبل ما يموت. ده انتوا محظوظين جدا والله. لا كتب لنا اليافطه مش البلد. احمد رمزي. ما دي حاجه مضايقاني سيكا بس خلينا نتكلم بعد الاعلان. ماشي. انت قدامك اسبوع يا تثبت نفسك يا تاخد بعضك وتروح بلدكم. كلمني في الموبايل مش سامع. موبايل ايه؟ موبايل انت لسه مولود. الموبايل. لا هو ابننا. انا كده ابدا اقلق عليه. لا طيب ماشي. حلو اللغط ده. طب ماشي. سؤال عشان انا فاهمك دلوقتي. انت عمرك اتفرجت على فيديو لاحمد رمزي اتضايقت منه؟ ما انا هقول لك على حاجه. قول لي. فاهمه ان انت تقدر تستحمل ده في 4 5 دقايق بس ما تقدرش تستحمله 15 30 لا حلقه. برضه مش ده الكونسبت. انا بما اني دخلت ميديا وخلاص بقى ليا مسلسل وفي رمضان وبنافس اوف سيزون فعايز اشوف حاجه جديده. حلو. انا ليه عايز اشوف نفس فيديوهاتك اللي على السوشيال ميديا؟ لا ثانيه واحده. هنا احمد رمزي او 3 يعني انا خايف بقى ان انا لسه يعني حتى الاعلان مش شايف فيه حاجه مختلفه. انا حاسس ان الاعلان لا. عباره عن فيديو دقيقه لاحمد رمزي. حلو. اول خناقه مبدئيا والله الاعلان فيديو الكاست ده يدخلوه الجنه ما يدخلوش توب 5. يدخلوه الجنه. انا بتكلم في احمد رمزي ذات نفسه. انا كمخرج لما هجيبه هحاول اطلع منه حاجه غير اللي الناس بتشوفها على كل فيديوهاته. لا لو اول مره لا معلش حاجه ثانيه. واول مره اضيف بقى حاجه زياده. انا مش عارف يعني ده انا لسه مش هحكم عليه دلوقتي. لا بس هل انا هشوف حاجه زياده ولا لا عن الفيديوهات؟ اوكي انا ممكن اخش اتفرج على الفيديوهات. انا عايز اشوف حاجه زياده. ما انت بما انك رحت وبقى معاك الامكانيات زياده ومعاك ممثلين. ده حمل فوق طاقته. ده في اول عمل. فاهمك. يا نهار ابيض عليا. مش هحمله. اول عمل ليه واول عمل المخرج. بس زي ما انت. انا حاسس ان اتمنى اشوف المسلسل ويغير لي ده طيب قيمه. يعني انا يعني كاعلان ضعيف. لا كعمل لسه ما اعرفش. متوقع له. كاعلان احنا جايين النهارده ولا ما اعرفش. لا متوقع له
يعني 50%. منصور يا ابني ان 50 شاء الله من يخيش، 50 10 ولا كأننا سمعنا اي حاجه. اللي بعده 6:30 كده لحد ما نشوف اول حلقه تاني حلقه. 6:30. اه هو هتدي للفنانه روجينا ايه يعني؟ ماشي هي اللي دي تشوف. هنتكلم عليها اصلا. انت جسمي ما اشعر. مايا اشرف زكي انا اشعر. نتكلم عليها دي نعمل لها فقره لوحدها. خش يا باشا على خش متهزريش. يا باشا على اللي بعده. ماشي. ايوه بقى. لا 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 ده شابوه بدري قوي. استنى الراجل عمل كده. هعمل اللي كنت أنا مستني أكيد. سنين عشان اعمله. وانا كنت هو مش اسمه زياد؟ أنا مش عارفة حضرتك بتتكلمي عن إيه؟ إن استطعت قيادة الرجال فإن قليلهم يكفي. دول مجموعة من الفشلة وأصحاب السواد، مزورة ونشال وهكذا. عسل. هو حضرتك مين؟ أنا اوه محجبه وحمار. دنيا سامي هتولع الدنيا. دنيا سامي مولعه. هو أنت إيه مصدر قوتك يا زياد؟ لا تبدأ حربا إلا لا لو البني عندك مش شروط حلو، ترجع النصر. للأصل. وانت بقى عرفت كل واحد فيهم خد كام بالظبط؟ اي حاجه هتعملها براحتها وضعها يسمح لها. مهمة هنعملها بجد. ال 10 مليون جنيه 6 مليار جنيه. 6 مليار. مليار ده فيه كام جنيه؟ 3 شهور بس. عشان نفسك حاجه وعرف قلقان منها تصل قوي. في 1000 معركة. اه هو ميتو. أنا عايز أحرق المكان هو؟ اللي فيه. ايه ده ما بحبوش. ايوه بس مش بص هيبقى- you know the بحبه pyramids. جدا pyramids. بس انا فاهم ليه ميت وش فقلقان قلقت عليه. ما على حسب هما جايين منين بقى. اغريه. إيه؟ أو نعمل الاثنين. تهزرش. اللي لا هيتحرك كاس دي انا بقى. هحط الطلقه في دماغه. مش مساله بكاسه والله. بكاسه دي بقى. بكاسه والله. والغدر والخير. انتوا بكستوا على الاسبان. بكستوا على بقول لك ايه انا أنا موافقه. كنت شغالة بسمعتي. وانا موافق. اه انا حاسس انا موافق. لكذا سبب. وحشنا. كاست حلو. أنت طماع. ناس بتضحك. طماع موجود النصاب. دنيا سامي البطل شابوه بقى. الجمال ده بقى يجي لسه هجيب سيرة حاجات قدام بتتكبس سبحان أنا الله. ابتديت أحب زياد قوي. وانا احنا كمان ابتدينا بحب نحبك والله. ايه ده دنيا سامي ده البسطة. انت مهتم بال لا في ستايل أقرع. حلو شغال. لا تحفة لا تحفة. محمد عبد الله التواب. الله بجد شابوه يوسف الشريف. هم من جمهور غير يوسف ما الشريف. نكمل. تبكى الجمهور يوسف الشريف. تحفة تحفة وقف يا يا ابني لهوي. رمضانك عندهم. تحفة. ايه رأيك؟ لا انا مبسوطه. وانا حاسس ان مبسوطه. بقالنا كام سنة كده ما شفناش يوسف الشريف هو انا بقول لك هو لا وكمان ما شفناش حاجة من اللي هي ريحة النصب واللي هي آه. بتاعت 100 وش دي اللي كانت ودايما عارفه لما كنا بتنجح. نقعد نتمنى ان هو يلا مش هتعملوا جزء تاني من 100 وش يعني ده ممكن قطع لسانك. يغنينا ان احنا قطع لسانك. انا اتفائل بيه ماشي. اتفائل بس بيه مش حاجه جدا. اسمها شابوه يوسف الشريف. ماشي. شابوه يوسف الشريف. شابوه مبدئيا. خشي بقى مش هخش مبدئيا. طب ايه مش هنشوفهم بحاجه. استنى وبالنسبه للمخرج وبالنسبه للناس دي انت زي ما انت شفتي ما انا مش عايز يعني نيجي على المخرج الاعلان توبة؟ بتاع اللي فات. شايفه كادرات هنا ازاي عامله بس احنا مش عايزين برضو نيجي على بص هادي بص بص بسيوني. بص لا مش دي عايزين نيجي على نوعيه هادي ودي بسيوني نوعيه. علشان يعني هنا مثلا معاه انتاج اكتر مثلا ولا ايه مش هو فاهم. معاه انتاج اكتر هنا معاه مخرج اللوكيشنات مش اول مره مختلفة. يخرج. يا جماعه هو انتوا ليه مش بتحطوا حاجات هو في احنا مش كنا بنقول في حلقاتنا احنا مش هنمسك في موضوع اول مره ده مش ما كده؟ هي اول مره طلعت كده انا بتنفع قلتها. وانت اللي قايلها بلسانك. انت بتطلعي اعذار لاول مره ليه دلوقتي. طب ممكن نبقى نتفرج نبقى ونشوف. نتكلم بقى نبقى نشوف نتخانق الخناقه الموضوع دي ان ده. شاء الله بعد. خناقه واضحه. هو احنا ليه قررنا ان دول المسلسلين اللي هينافسوا بعض؟ لا مش طبعا مفيش طبعا ماشي يعني حاسس دول هياخدوا حته ده هيتعرض في الجزء الاول من وده رمضان ده بس. ستايل وده ستايل يا جماعه. ده حقيقي يعني صح. التاني ستايل جامد. بالطو التاني ستايل يعني بعيد كل ده. انا حاسس ان انا داخل على الساده الافاضل واي نوت. فخر الدلتا. طب واخده حلو. بالك نفس هو باي ذا اللوكيشنز واي هو باي ذا قريب واي جدا. باي ذا واي هو اللي كاتبه هو اللي كاتب الصوت الافاضل عبد الرحمن تويش. صح. ده يعني فدي نحت بوينت نفس اصلا. الفكره مسلسل وفيلم. فدي بوينت بيموت في الحته الفلاحي دي. بس برافو لا وجايب ميشيل ميلاد برضه. والله انا نفس- فرحانه قوي. انت شوف شفت مين- احنا عملنا ازاي ما شفناه طب عشان انا ما باي ذا واي جبتوش كنت الفنانه ناسيه بتاعت اللي كانت عايزه تعمل شعرها بروتين ليه؟ والله كانت عايزة تبقى أعمل شعر كزبره بروتين. عملها. اه تعالي نخش على كزبره. يلا هات لنا كزبره. ماشي. يلا. ده ماشي. انا في دوامه وهتبلعني بلع. انت مين بالظبط؟ تعرف الست دي؟ وانا بحب اسمه راجب ايه؟ قلبي سيد راجب قلبي. مش محمد نصر ابو دياب اللي تلعب بيهم وراه. في حاجه حصلت لازم احكي لك عليها. اخوكوا بيبو بزانه هو ووالدته. جاب حسابك واتكل على الله وما تجيش هنا تاني.
ولازم نقف جنبه ونلم له حاجه. ابلغ عنه واسلم بيدي للحكومه. واحنا اصحاب حق. بحبها. الفيلا دي اتصورت فيها كل الناس فيها الحاجات. كل تعالى في حضن اخوك، اصل ده راجل ما يجيش من وراه غير الغم. انا لو خلال يومين ما سافرتش الشغلانه هتطير. شغلانه ايه؟ راجل يموت على القرش. انا بحب سلطان قوي. سألين انا مش كفايه حبسني زي الفراخ. لا يا ما هجيب لك ربنا يسامحني يعني بس لا انا بحبها. مفضلاتي في لا. باطل. أنا بقى دي اللي بحبها. دي عسل. دي زينة منصور دي قلبي. هو احنا لاقيين ناكل؟ هعمل مشروع. عبير انا هاجي كل يوم المخزن الم ايش اللي فيه. كان هيكب لي بطني وقال لي لازم تبقى موجودين خلال يومين. ايه ده اصل انت حاجات شايفين ان واحد يظهر في حياتنا فجاه ويقول ان هو اخونا. ايوه بقى ايوه بقى عادي اهي. يعني. عايز اعمل شعر بروتين. خالص. واخد منه عاملين فيديو على تيك توك حلو قوي. هو بيعمل شعر. بيعمل لها شعر بروتين. ابويا ايه رايك في طابور الابهات اللي مش عندك؟ دي فنانه. هي عماله معبير. الارض هي اللي باقيه وشايله اسم، ولا انت نسيتي اياك اللي عمل ولد؟ هو انا في انطباع عايزه اقوله بس عشان هو محشور في زوري من اول الاعلان. اقول هو انا ليه حاسه عايز ياخد نصيب إن هو قديم. يبقى خسيس ما وطماع. متصور في 2007. ايوه معلش بقى عشان انا ما حاسس قدرتش. ده. دي ممكن تكون موسيقى مدير تصوير بقى. لا ومخرج وكل حاجه. ده كان في فرح كده في اول الاعلان. ايوه هو طب هو ما كانش في مجاميع؟ انت عايز ده عاملين صفين كده. فلوس. هو باي ذا واي اخراج احمد شفيق. احمد شفيق. تأليف مين بقى؟ تأليف وإنتاج تامر محسن مم. من أعظم من أنجبت الدراما المصرية. حصل تمام. حصل. يعني اللي يا بخته يا هناه. ما تكمل جميلك يا فنان. لا بيقول لك كزبره هو اللي رفض. انت سمعت الناس سمعته؟ وانت تتجلو يعني ايه؟ يعني ايه يا فنان؟ تخيل مثلا انا نجيلي كمان ابو زكي تقول لي انت هتبقي ايه المساعده بتاعتي المساعده الاولى بتاعتي. لا يا فنانه والله انا عايز ابقى مخرج منفذ. لا ما يعني مش هينفع والله يا عسل. انا ما اقلش عن مخرج مساعد. انا مشغوله بعمل فيديوهات مع نبيل والله فمش هينفع. احنا يعني سوري يعني يا نبيل. عندنا 600 مشاهد بيتفرجوا علينا. مجنننا. هو ايه ده؟ بجد والله لا انا مش يا ريت معلومه الكنترول دي تطلع غلط علشان هنزعل. اتمنى لاول مره ان بس لا بس انا عارفه ان هي مش غلط. وانا عارف برضه انها مش غلط للاسف. نخش على ايه؟ بسرعه كفايه عشان المعلومه دي قفلتني من المسلسل قبل ما يكمل. استاذ محمد بكير زاني بحب سرحان. افلامه. فاكر استاذ محمد بكير؟ علمت جامد. اتفرج قربت مني هفكر المحطة. مش احنا اللي ابتدينا الحرب دي، انها معركه الصبر والجلد. بس طالما هم اللي بدأوها فاحنا مش هنوصل. ازاي معلومه صغيره جدا ياخد كل الشغل ده؟ طريق مفتوح توقع مين بالخط. مدير التصوير؟ بس انا ما بخافش. توقع مين مدير التصوير؟ هي باينه. ده ما فكرتيش بحاجه قوي. انا اتوقع معاكي. احمد زيتون. انت شايفه يعني الموضوع سهل؟ احمد زيتون. اللهم لا انا بقول لك احمد زيتون والله. الله حلو ده. وانت تجعل الحزن ايه اذا شئت. ده ماجدة ايوه ما زكي. بقول لك ماجدة زكي. واو. ده. لا ومتوظفه دراما مش واو. كوميدي. يا روحي استاذه نعومي. نعومي فنانة هشام مع غز الحلاوه دي. حاجات مستحيل تتصلح. كارولين برضه في اللذيذ. يا رب بخاطر ابني. في حاجات كويسه وحاجات وحشه، بس احنا اللي بنختار نخليه كويس ولا وحش. مفيش اكتر من الواد الاسلوب. محدش هينام في البلد دي من النهارده. بس باي ذا واي هو احمد زيتون عامل العشرة اللي المسلسل حسبناهم بتاع في واحد اسمها منهم ليه ملف عندنا ممكن كنت شغال ده؟ لا بقى هيدوروها ازاي؟ وانت عايز تفهمني ان كل اللي بيحصل ده صدف؟ جهز عبوات لعمليه جديده هتتنفذ. لازم ننتقم لاصحابنا ونعرفهم ان الموضوع مش هيعدي بالساهل. كده بقى نبتدي الحكايه. موسيقى ياسر عبد الرحمن. دي متودي مسلسل ما في حته شفناش مين ثانيه. مدير تصوير. ما اشوف اصل انا ياسر عبد الرحمن انت يعني استني مدير التصوير ماركو ميشيل. لا غير متوقعات بس حلو. حلو. انا مبسوط. انا مبسوطه لحاجات كتير قوي. بص مبدئيا احنا كنا لسه بنتكلم مخرج منافس خيري سالم. على فكره هي في اسامي خيري سالم تقيله اصلا بقى بيخرج دلوقتي على باب العماره. وكان هو شغال مع بيتر مين في طب حاجات كتير جدا. بس مبدئيا اللي انا اعرفه مم. ان استاذ خيري سالم في الحاجات اللي ليها علاقه فاهم اكتر في الحاجات اللي ليها علاقه زي الاختيار والحاجات اللي بتتعمل زي كده فبيبقى ممكن يساعد في ان هو يبقى لو هو مخرج منفذ للعمل فهيساعد ان هو في اللوكيشنات هيساعد في
هيكون هو انسب حد للدور ده وبجد يعني. بقى احنا كنا لسه بنتكلم امبارح في الموضوع ده، كنا اللي فتح السيره احنا كنا بنتكلم على رأفت الهجان، كنا بنتكلم على نوعيه المسلسلات دي. لا يا جماعه هي مهم ان هي تبقى موجوده بالظبط، ده حقيقي. وده بجد بقى. واحترم برضو حاجه كمان الاستاذ خيري سالم، ان هو انا بقيت مخرج، لا ما برجعش تاني، لا برجع يا باشا لو في حاجه تستحق ان انا ارجع زي برجع. النجم تقريبا رأس القفا حاجه انا حتى الان من الاعلان شايف انها حاجه حلوه على فكره جدا. الكاست هايل، الكاست تحفه. استاذ محمد بكير كان مزعلنا اخر مره، يا رب يصالحنا. انا حاسس ان هو احنا بنتصالح. واستاذ هاني سرحان كان مزعلنا في اخر حلقه بتاعت بطل العالم. انا حاسس ان انا فرحان برضه. اتمنى القفله ما تبقاش وباي ذا واي هو استاذ هاني سرحان عمل الاختيار 2 و3. عارف احنا اتكلمنا في الحلقه ان شاء الله. لا ان شاء الله انا متاكد الحلقه الاخيره بتاعت بطل العالم دي كان في حاجه حاصله، في موقف ان شاء الله مش في انت يا استاذ هاني، حاصل، في خناقه ان شاء الله مش انت يا في استاذ عركه، هاني، ان شاء الله مش هتحصل هنا. ان شاء الله. تعالي نشوف اللي بعده. صعب. اتفضل اتكلم عن الموضوع ده عشان انت كنت لسه قايله لي. اولاد الراعي. انا ما كريستال طاغيه شكلها اقول لهم استنى. هي كان اسمه ايه المسلسل اتسرق منه؟ حاجه اشرف. حلم اشرف. حلم اشرف. مسلسل تركي اسمه حلم اشرف، المفروض ان هو مشهور هناك يعني. هو المفروض يعني ان في حصل تخاطر ما بين البوستر بنفس الاضاءه، بنفس كل حاجه، بنفس الشبابيك، بنفس الفلوس اللي على الترابيزه. حصل تخاطر ما بين فيلم اولاد الراعي، مسلسل اولاد الراعي، ومسلسل حلم اشرف التركي. بوستر تخاطر غريب جدا. سبحان الله، ايه ده؟ يلا ان شاء الله نشوف الاعلان وان شاء الله ما يبقاش تخاطر. ان شاء الله. مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع. مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. وقفي. لا احب اسمع. احنا نفتح حلقة عشوائي الإعلان من حلقات حلم اشرف. نتفرج. استني. حاسة ان نفس الميوزك بتاعت الإعلان، واخدة بالك؟ نفس مود الميوزك بتاعت تخاطر. سبحان الله. سبحان الله، ايه ده؟ مش الماشيه دي لسه شايفينها هم الثلاثه. تخاطر يا سبحان الله. جلت منهم ما عرفوش يجيبوا العربيه دي. ما صعبه دي. ما نعرفش ان التخاطر في الموضوع موجوده في تركيا بس لو تخاطروا في العربيات كمان ممكن، فاهم اللي هو احنا عندنا منها لادا. يا بالك يا نبيل. يا لهوي على التخاطرات الجميله، يا لهوي على نفس التكوينات اصلا دي. لا 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 دي نفس الوقفات. انت تبع فيديو علاء مبدئيا. انا فخور بهذا التخاطر. نكمل التخاطر الفني التركي. ممكن ما نظلمش، ما يمكن تخاطر حلو. ماشي. وقفي بوس كده. اوكي ماشي. تأليف استاذ ريمون مقار اللي هو المنتج، وتحتيه مجموعه من الاشخاص. خالد شكري ومحمود شكري، اعتقد دول اخوات. نبيه ونبيل من يومك. طه زغلول ومينا بباوي. اعتقد مش اخوات. اعتقد دول مش اخوات. ما شاء الله ما شاء الله. اخراج استاذ محمود كامل. اوكي. مساعد اول على اذنهم. استنى انا ما لفتش نظري. انا لفت نظري ان الكنترول دايما بيبقى شايف حاجه احنا مش شايفينها. لا انا بقى يعني شايف حاجه بقى انتوا الاثنين مش شايفينها. ثواني انا هبهركم دلوقتي. ثواني. ابوس ايدك. تصميم الصوت والمكياج علي التوني، هل ده يقرب لاستاذ التوني في حاجه؟ يا جماعه ممكن المسلسل ابعت لي المده. انا والله هو علي التوني. هل ده يقرب لاستاذ التوني في حاجه؟ استاذ على اذنهم. مش الفنان طبعا. مساعد. ما يقربلوش في حاجه؟ في حاجه يا نبيل والله اصل اي حاجه فيها توني هيفرق معاك في المسلسل ده في حاجه؟ ممكن مكساج والصوت هتطلع مختلف. ماشي. هنبقى هسألك في الموضوع ده. احنا بنتكلم عن الاعلان، احنا قاعدين بنهري. معلش. اولاد الراعي هيثبت براءته هيثبت براءه التخاطر في رمضان ده ان شاء الله. على فكره ان شاء الله اتمنى بس ما ترفعش عليهم قضيه. اصل ماجد المصري وخالد الصاوي لانهم مصورين في تركيا ونحتين الوش بتاع وشويه ونحتين الكادرات. ايه والله العظيم. لا تأليف 4 سوري ايه 4 ايه 5 يعني بصي تأليف استاذ ريمون مقار وهو 4 اخرون. ال4 دول اتفرجوا على المسلسل سوا. احنا هنجيب مسلسل اولاد اشرف نخليها الراعي مثلا. يا ابني حلم اشرف هم ما نقلوش الاسم برضه يعني. ابداع طبعا ابداع. ان شاء الله يا رب يا رب. لا ان شاء الله يبقى ظنوننا دي وحشه ان شاء الله. عشان انا ماجد المصري واحمد عيد انا والله بحب وخالد الصاوي انا موافق جدا يعني. اتمنى يبقى حاجه حلوه.
يعني حتى في يعني في ممثله يعني كذا حد اصدقاء فاهماني. ماشي ف دي ما تديش انا بوينت بسبورت زياده. الاولاد الراعي جدا. لا يعني مرتشي جدا وبتعترف. ايه اللي بعده. يلا يا باشا. اللي بعده 2 غيرنا، استاذه دينا الشربيني واستاذ شبيه يوسف رأفت. حلو حبيت حلو. فنان يوسف رأفت في المستقبل. الوحده دي اوحش حاجه. لا ده شبه بجد. جدا شبه بجد. ايه العبط ده بجد في 100 ترم. لا والله انا كنت بقولها مع رهيسه بس بجد شبه قوي. لما حلق عمل دي واحده في الاخر ما نعرفهاش جايه منتحره. ادي فكره برضو للدكتور فنان نور إيهاب. مطلق من 3 سنين وحزين وكاتم في قلبه يا حبيبي. بتخرجي من الحقوق وتدخلي بقى التمثيل. عملت الحاجه اللي بحبها ما ايه التهزيق ده؟ في حاجه يا عماد. يعني ايه مش فاهم. مالهم يعني؟ الله مطلق الحزين كلها معايا انا. ما تعملوا حياتي احمد وعابد انا بحبها قوي. تسترزقوا منها بالمره. انا بقالي كتير قوي ما كل الاشياء الونس اللي انا حاسه معاكم. كلنا بندور على اللحظه. الله انا بحب الولاد قوي قوي. قوي. انا بقالي فتره مبسوط من هادي مهنا قوي بجد. يعني دونا عن ايه بقالك فتره مبسوط من مين؟ 3 سنين اللي فاتوا. هي دي اللي دخل ده في الموضوع. وقالوا يحس من جديد. هي فين؟ اول مره احس ان فادوا عادي. ماما هنادي مهنا اهي. ما تزعقش اهي والله استنى. كلنا بندور على اللحظه. اهي حنان. ايه ده؟ سوري. اوكي. انا بحب ناردين فرج قوي. يعني دونا عن كل البنات اللي شافهم في ال3 سنين اللي فاتوا. هي دي اللي خلت عينيه تنور وقلبه يحس من جديد. اول مره احس ان عندك انا حق مش والله خايفه. كمان. انا لو كنت قابلت ايه ده بيبو؟ كنت احب ان انا اتعرف عليك. نور انا بحبك. قصه حب جديده تجمع بين نور ابو الفتوح وبطل فيلمها الجديد. بتاعت مصلحتها وغداره. انا متضايق ان انا اضطريت اسيب حقي. انا اللي اسفه عشان انت ما تعرفنيش. اوكي. انت قادر قوي يا اخي. هتمنعها تاخد عذابها؟ انا بحب صفوه قوي. وشك يا كذاب يا خايب. وانت مستوعب ان انت دلوقتي حالا بتمنعني من حاجه انت اوريدي عملتها؟ عايزك ما تلطناش في قرفي. امير عبد الواحد ممثل شاطر قوي في ناخد الدوم. على فكره. بعدين انا مش اقل من اي حد. صابرين نجيلي. حسن. احنا قلبي دق لما شفته. لا انا بحب له اغنيه ثانيه بتاعت باي ذا تامين انا كنت باكو. قاعد مع صابرين نجيلي من سنه وكان في كشف تمثيليه قالت لي بفكر بس يعني مش حاجه بتعرض عليا. واضح ان هو اتعرض عليك. واضح ان سنه كانت انا ايه؟ انت هتهبد عليك ولا ايه؟ بلاش حتى انا عايز اصور حاجه يا جماعه. نور ايوه. وراكي حاجه بكره؟ ثواني بس كده. استاذ خالد حلفاوي. ايه اللي حصل؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ القفله دي بتفكرني بفتحه السنه اللي فاتت مع الفنان آسر ياسين في قلبي ومفتاحه. وراك حاجه الساعه كذا. يا رب ما تعملوهاش تاني. لا ما اعتقد اتعملت السنه اللي فاتت. اعتقد ان هم بيقروا يعني. يعني اتمنى ان هي يعني حاجه كده. لا بس حدوته غير خالص. طيب نخش على التأليف. تأليف رنا أستاذة رنا بوريش. واضح ان أستاذة دينا الشربيني بتثق فيها هم من زمان. متبنيين بعض قوي. بتثق فيها من زمان يعني بتسلمها نفسها يعني كامل العدد بأجزائه بس انا شايف ان في حاجه حلوه يعني. خلينا نشوف بقى يعني ده يحكم. تعالى نخش على المسلسل اللي بعده. يلا كلهم بيحبوا الكوميدي ما عدا انا. اتعرف عليها ازاي؟ فنان ايتن عامر. فنان مصطفى يعني سريع. ايتن عامر. فنان مصطفى سريع. راحت مخبطه على كتفي كده وقالت لي تشكر محترم. ايتن عامر بجد. ومشيت. بس من غير مكياج مش عارف ايه. ما بيبطلوش. بس احنا يعني خلاص بقينا الله في ناس العثمان. لا دي ما كانتش سلوى عثمان مبدئيا بس ماشي. لا والله كانت سلوى. لا بتكلم على النهارده مع البيضه وشفتها. ايوه بكره مع الشقره. كلمتها. ايوه بعده مع السمره. اللي بعده مع اديني في واحد. استاذ هدى الاتريد. هدى الاتريد. الشارع اللي وراك. قلت لك بيمزح كتير ما تدقق على حكيه. انا فعلا احب امزح واكنز كمان. مودي عايزه منه ايه؟ بتراقبيه ليه؟ لو احمد سعد كنت قبلتها عادي. والله عشان هو مصنف نفسه كده. قدام الناس دي حته بلدي وانت ما جربتش الصنف ده قبل كده. احب اعمل ولا انت. هو انت ايه ما بتحرمش؟
اللي زي مودي ده عايز واحده مذاكره كتالوج الرجاله صح. حبيبتي في حاجات هو لامم كل الوتكات بالظبط. بس ده كان في سر طاقية الإخفاء وده كان سر أنا ما أعرفوش. هو خطف ابو سريع وهدى من العتاوله لما خلص، لما صدق العتاوله خلص هات الاثنين دول. دي ما طلعتش لينا، دي طلعت شربات بنت رضا انا الحفيد. محبطه احباط. انا بفكر اقطع علاقتي بيك انت. وانا بفكر اقطع علاقتي بالمسلسل ده. انت هتتفرج عليه مبدئيا انا صايم ولا يهمك انت بعد المغرب بابا صايم مش رايح جد. اوكي انا بس يعني ايه تأليف ايمن سلامه، يعني ايه اخراج احمد شفيق، ماشي. طيب ثواني بس، عايز تقول حاجه؟ استاذ احمد شفيق داخل بفيلمين، مش تتكلمين عليه في حاجه؟ داخل بمسلسلين والله. يس ما شاء الله، ربنا يدينا وقتك. بيبو تمام. سبحان الله داخل بمسلسلين مش متفائلين بيهم. اللي برضه بيبو وكلهم بيحبوا ماشي. تأليف استاذ ايمن سلامه. ايمن سلامه حكايه حياه يعني مع سبق الاصرار. يعني كلهم بيحبوا مودي. حاجه صعبه قوي. نيجي نخش لا انا محبط، انا ما كنتش حاطه امل كده انا فاهمه ده كده كل يعني بس الاعلان بقى خليكي ما تحطيش امل خالص بقى. حتى لو كنت حاطه 1% الغيه بقى دلوقتي. ما شاء الله جميل. نخش على حاجه ترطب على قلبنا، حاجه كل سنه واي سنه نخش على المداح. هو انا ينفع اعترف اعتراف؟ يلا باشا. انا ما اتفرجتش على المداح ولا انا والله، بس يعني انا كنت متابعه من الترند. ماشي كلنا اللي هو يعني عارفه مين الشيطان وعارفه مين بس تعالي نشوف الملبوس لان فتحي ابو وهاب راجع في هذا السيزون. هو ماشي محروق. فهم جايبين بطل العالم بنفس الكاركتر بس قلبوه شيطان تاني. المسلسل متشاف بجد. لا المداح رمضان اللي فات كنت في كافيه. الناس بتقعد تتفرج بيطلبوه. واحد جايب مراته مشغل لها الحلقه الجديده على الموبايل. ده كده اللي هو يا روحي يا روحي. يا راجل بتحبه مريب. انا شغالين مداح. احنا قلنا يا روحي وكانه مشغل لها عشان لما تعملي لي عمل اعرف افك. بشوف مكان حلو قوي وراجل كبير لابس زي البلياترو، ساعات يلعب معانا ويساعدنا، ساعات يكشر ويخوفنا. وايه تاني بتشوفيه؟ في تطور. الصوره حلوه والدنيا حلوه مين فينا يفوز؟ متأكدة؟ مين البنوته الجميله اللي ولو احنا محملين عليها يعني. محدش شافني. تحب تعمل ايه تاني؟ حمزة العيني. بحبه قوي قوي. صابر اطمنت وقلبك بقى جامد، بقيت مغرور قوي يا صاحبي. من غير بقى ما يركبوا له حاجه في وشه ولا اي حاجه، هو بصيلي بصتين ولا عملوا لي حاجه في عينيه. انا بالظبط يعني الفنانه اللي محشوره معانا في المسلسل من اول سيزون استاذه هبه مجدي. ولو مخطوفه اعملي اي حاجه. شاوري لنا بس مين نطلعك لو عايزه يعني. انا بحبها قوي بحبها كانسانه جميله. انا متفائله بالبت دي قوي. ده في بنوته شطوره جايه تقريبا. حبيت. حلو. طبعا مش محتاجين نعرف الناس عن المداح. الواضح المشكله كانت فينا ان احنا ما تابعناش المداح. على فكره ممكن اشوطه في السيزونات بس هو 30 حلقه. 30 حلقه واضرب لا ممكن بقى ربنا معاكي ربنا معاكي يا ياسين. لا ربنا معاكم بقى مداحين ملخصات بقى. يعني حلو قوي. بس عايزين نتكلم بامانه. تقريبا من المداح اطول سلسله مسلسل يعني ناجح بقاله سنين وناجح ومحدش مثلا قال ايه لا احنا بدأنا نخيب ولا ايه. ليه جمهوره والجمهور ما بيزهقش منه وبيبقى دايما في حته ابهار زياده. بالظبط. لا انا حاسس بتطور بس في حته ابهار زياده لان انا فاكر في السيزون الثالث كده او الرابع كانوا بيتكلموا على CGI ان هو كان اوفر والولد كان بيبقى عامل ازاي وايه ده ب2 جنيه ونص 2D. الواضح ان هم بيسمعوا وبيطوروا عادي جدا. فتقريبا في تقبل للنقد وبنيجي في السيزون اللي بعديه بنصلح اخطاء السيزون اللي قبليه فده اللي مخلي الناس تقريبا مستمره. عشان في ناس تانية ما بتسمعش الكلام. انا مش عارف القصه بالظبط ايه بس اعتقد ان هو طالما الناس مستمره كده هو اكيد ما بيعيدوش ما بيهروش في نفسهم. لا بس
اقول لك على حاجه، انا هتفرج على الجزء ده. انا حاسس لو حد لخص لي اللي فات هقعد اتفرج عادي. كفايه كده. كفايه يا باشا. والباقي يبقى في بارت تاني. يلا بينا. ماشي. قشطه. باي. باي.